يا جماعه في اختراع اسمه عربيه هايبريد، ولا بقى تقول لي عربيه كهرباء استناها لما تشحن واخاف اسافر بيها على طريق ما يكونش فيه اماكن شحن، ولا عربيه بنزين عاديه بتستهلك بنزين كتير في الزحمه والبنزين بقى غالي جدا. انت هايبريد، يعني هجين ما بين موتور بنزين وموتور كهرباء. تعال. الموتور الكهرباء بيزود العزم والقوه بتاع الموتور البنزين، وفي نفس الوقت الموتور الكهرباء بيقلل استهلاك الموتور البنزين. ده لان العربيه طول ما هي ماشيه لحد سرعه 60 بتبقى كهرباء، ودي السرعات القليله اصلا اللي انت في الزحمه وفي المشاوير الضيقه بتستخدم عليها استهلاك عالي من البنزين. زائد ان انت بتشحنش الموتور الكهرباء لان طول ما العربيه ماشيه على البنزين بيشحن اوتوماتيك الموتور الكهرباء. ومن انجح المواتير الهايبريد الموتور ال 1600 تيربو بتاع كيا وهيونداي، بيطلع 240 حصان وبيطلع 350 نيوتن متر، والاستهلاك بتاعه 1100 كيلو للتفويله. والدليل على كده ان هم استخدموه على كذا سنه على اكتر من موديل، زي سبورتاج هايبريد وتوسان هايبريد وكيا نيرو هايبريد وهيونداي ستيريا هايبريد وكيا كارنفال. والنهارده هنتفرج عليه مع جوله تفاصيل داخل كيا سورنتو 2024 تعديل القبطان، وهنعرف الفرق ما بينها وما بين الموتور ال 2500 سي سي اللي فرق التسارع ما بينهم ولا حاجه. هنعمل المقارنه دي لما نطلع نجرب العربيه. التصميم الامامي متطور جدا لان الشبكه الاماميه عملاقه وجواها قطع مترتبه بالعرض. اللون ده من احدث الالوان اللي اتضافت في 2024، اسمه جانجل جرين. وعلى الشبكه من تحت والجنب كروم مطفي، وعلامه كيا على الكبوت فوق الشبكه. فوانيس العربيه بتكنولوجيا ستار ماب، والاضاءه النهاريه بالعرض وبتنزل بشكل عمودي، وبيكون جنبها اللمبات ال LED بتاعه العالي والواطي مترتبين تحت بعض، والاشارات بتشتغل على نفس مكان الاضاءه النهاريه بالظبط، وشكلها بيكون حلو جدا. والاكسدام فيه سبليتر كروم، ومن النص بيكون في مكان الرادار الامامي، والفوجات هنا قطعتين فوق بعض بنفس تصميم الفوانيس الاماميه. والشكل القديم كانت الفوانيس بالعرض وفيها 3 عدسات بس، وتحتيها كانت الاضاءه النهاريه بالعرض برضه، والشبكه كانت شكلها تقليدي جدا. تصميم العربيه من الجنب رياضي جدا رغم حجمها الكبير، ومفيش غير خط واحد بس في الجنب ماشي من الفانوس الامامي واصل لحد الفانوس الخلفي. وهنا في فريم كروم ماشي على الازاز والابواب كلها من الجنب، وفي نفس الوقت القايم الثاني والثالث بيكونوا بيانو بلاك بنفس لون الازاز. والعربيه بتنزل بجنوط رياضيه جلوس بلاك بمقاس 18 انش، وبيكون فيها ديسكات فرامل قدام وديسكات فرامل ورا، والابواب بيكون فيها كيليس انتري، وفي قطعه كروم بتكون تحت المرايه الجانبيه. ومرايات العربيه كهرباء وفيها كاميرات علشان الرؤيه 360، وفيها التحذير بتاع البلايند سبوت. ومن تعديلات القبطان العتب الجانبي بيفتح ويقفل مع الابواب، وفي اضاءه LED شكلها مميز جدا. والاختلاف من الجنب عن الشكل القديم بيكون في الروف راك بس، انما هنا العربيه متعدله وعليها روف بوكس. والروف بوكس هنا تصميمه حلو جدا وماشي مع الازاز بتاع العربيه من قدام، ونازل ومسحوب مع العربيه من ورا. بالنسبه لابعاد العربيه طولها 4 متر 815، وعرض العربيه متر و900، والارتفاع بتاعها بيكون متر و700، وقاعده العجلات هنا مترين 815، والكليرنس في المطبات 17 سنتي ونص. تصميم العربيه الخلفي شكله متناسق جدا مع الروف بوكس اللي على السقف. العربيه عليها سبويلر بسيط في الروف بوكس من ورا، والسبويلر الكبير اللي فوق الازاز بيكون فيه اضاءه الستوب بالعرض، ومن تحت بيكون فيه اماكن لكاميرتين، واحده لرؤيه المرايه الوسطيه والتانيه علشان مانع التصادم الخلفي. وفي سبويلر بسيط كمان تحت الازاز واصل الفوانيس الخلفيه ببعضها وبيكون بارز عن الشنطه. والفوانيس الخلفيه بقى فيها اطار ليد واصل القطعتين ببعض من فوق، وجواهم اضاءه ليد عباره عن قطع صغيره فيها ميل ومترتبين تحت بعض، وعلامه سورنتو تحت على الشمال. والاكسدام بيكون فيه ديفيوزر الومنيوم ولمبات المارشدير، وبيكون فيه العواكس. وفي الشكل القديم كان نور الستوب اصغر من كده بشكل واضح، والفوانيس الخلفيه كانت عباره عن قطعتين منفصلين عن بعض، والاضاءه اللي جواهم كانت مترتبه بس بشكل طولي. وكلمه سورنتو كانت متوزعه على الشنطه من تحت بالعرض. شنطه العربيه كهرباء وبتفتح من الريموت او من الزرار اللي على شمال الدركسيون في العربيه جوه، ومساحتها بتكون 350 لتر، وكراسي الصف الثالث مفتوحه. وتحت هنا بيكون في اماكن تخزين للطفايه والمثلث والكمبريسور بتاع الهواء واي حاجه تانية عايز ترتبها. وممكن تتني كراسي الصف الثالث من هنا علشان المساحه توصل معاك ل 2200 لتر وتشيل شنط اكتر، وتبقى المساحه عملاقه. ومن هنا كمان تقدر تتني كراسي الصف الثاني الجزء اليمين او الجزء الشمال منفصل، علشان المساحه تقلب معاك عربيه نقل فارهه تقدر تحط فيها اي حاجه مهما كان حجمها. وعلشان توصل للكراسي اللي في الصف الثالث
بتدوس على الزرار ده وهو بيطلع الكنبه وبيتني الظهر لوحده. الدخول مش سهل قوي للكبار، والقعده ورا هتكون كويسه جدا للاطفال، بس مش احسن حاجه للكبار لان الكنبه واطيه ومساحه الرجل مش كبيره لتحت، بس في نفس الوقت في مساحه كويسه لرجلك. بس كل وسائل الراحه موجوده وانت قاعد ورا. تقدر تشغل التكييف وتفصله، وهيكون جنبك في شاحن تايب سي، وتحتيه في مساحات تخزين، وكمان في مكان لكاب هولدر. في نفس الوقت الاولاد وهم قاعدين ورا او الكبار ممكن يلعبوا بلاي ستيشن او اكس بوكس على الشاشه 28 انش، او يفتحوا اي ابلكيشنز ثانيه من على السمارت سكرين ويتبسطوا طول الطريق. وانت نازل من الصف الثالث بتدوس على الزرار ده وهو بيوسع لك الكنبه علشان تخرج براحتك. الدخول للكنبه الخلفيه سهل جدا. مساحه الرجل ورا الكراسي ممتازه على 178، ومساحه الرجل تحت الكراسي كويسه جدا، ومساحه السقف عملاقه طبعا علشان الروف بوكس. واول ما بتدخل العربيه من ورا هتحس انك دخلت رولز رويس بالغلط. العربيه بالكامل من السقف لحد الابواب خامتها الكانتارا، وفيها ستار لايتس في السقف مديه فخامه للصالون مش طبيعيه. منطقه الروف بوكس فيها فريم بيانو بلاك عليها بالكامل، وكمان الروف بوكس في النص فيه السنتر لايتنج بيدي اضاءه كويسه جدا للصالون، وبتقدر تتحكم في الالوان بتاعته من الريموت. والكراسي بتاعت الصف الثاني هنا بيكون فيها مسند لكل كرسي، وهنا مكان فتحات التكييف الخلفي، وتحتيها مخرج 12 فولت وجنبيه مخرج 220 فولت عشان توصل اي جهاز على العربيه. والابواب هنا فيها ستاير تقدر تفتحها وتقفلها مانيوال، زائد ان الازاز اصلا بيكون في ميه. والكنبه بتتحرك قدام وورا من تحت هنا، والمسند بيتحرك قدام وورا من المقبض اللي في الجنب تحت. وانت قاعد ورا بيكون قدامك السمارت تيبل، بيكون فيها شاحن وايرلس ومكان لكاب هولدر، وتحتيها بيكون في مكان تخزين كويس جدا وانت قاعد. خامات الابواب الخلفيه كلها من الجلد، والمقبض خامته من الالومنيوم، وفي هنا مكان تسخين للكرسي، وفي هنا مكان لكاب هولدر واحد في كل باب. والمقبض بتاع العربيه وخامه الجلد اللي فيه والتطريز جوده تقفيلهم محترمه جدا. واماكن التخزين هنا مساحتها تشيل ازازه صغيره. اول ما تدخل العربيه من قدام هتلاحظ الخامات الجلد موجوده بلونين على التابلو من فوق وتحت، والقطعه دي بتصميم دايموند شيب، وجنبها اماكن تخزين وضعيات الكرسي. وهنا التحكم في الازاز والمرايات، والمسند خامته بجوده محترمه جدا زي ورا وتقفيله ممتاز. وهنا مكان السماعات الكريل لان العربيه فيها ساوند سيستم من 8 سماعات. واماكن التخزين في الباب هنا حجمها كبير. دريكسيون العربيه بيتحرك كهرباء في 4 اتجاهات من الجوي ستيك اللي على الشمال تحت، بيتحرك فوق وتحت وجوه وبره. والجلد بتاع الدريكسيون هنا فيه لونين، البيج والجراي، والقطعه اللي في الدريكسيون تحت بتكون بيانو بلاك. وعلى اليمين المالتي بتاع التحكم في العدادات والكروز كنترول واللين اسيست، وعلى الشمال التحكم في الميديا والمكالمات والاوامر الصوتيه. وعلى الشمال تحت فيه التحكم في فصل وتشغيل الثبات الالكتروني وفتح وقفل الشنطه ومستوى الاضاءه بتاعت الفوانيس الاماميه. وهنا التحكم الكامل في تعديلات القبطان اللي في السقف، في السنتر لايت والستار لايت والتي في والسايد لايت. وزرار الستارت ستوب انجن بيكون على يمين الدركسيون. والكراسي الاماميه هنا كهرباء بالكامل في 6 اتجاهات مختلفه، وكمان بيكون فيها داعم القطنيه علشان توصل لاعلى مستوى من الراحه مع التبريد او التسخين. الشاشه الرئيسيه وشاشه العدادات مدمجين في شاشه واحده كيرفد، والوضوح بتاعهم عالي جدا. والشاشه تاتش وفيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو. والكاميرات بتاعت العربيه وضوحها عالي في الرؤيه 360 درجه، ممكن تشغلها 2 دي او على 3 دي، وتقدر تحركها علشان تشوف كل الزوايا زي ما انت عايز. والامبنت لايتس هنا ممكن تربطها مع الدرايف مودز، او ممكن تخليها مش مربوطه مع انظمه القياده وتختار بين 64 لون زي ما انت عايز. تكييف العربيه بيكون دول زون، ومن هنا تقدر تغير التحكم في الكاسيت او ترجعه تاني للتكييف. وهنا في مكان تخزين فيه شاحن وايرلس واماكن للشحن التايب سي او التوصيل بالتايب سي للكاسيت. وعلى اليمين والشمال ازرار تسخين وتبريد الكراسي الاماميه، كل كرسي لوحده منفصل، ووراها مكان لاثنين كاب هولدرز. ودي البكره بتاعت ناقل الحركه الشيفت باي واير، وفيها في النص زرار الباركينج. ودي بكره الدرايف مودز، بتغير انظمه القياده بين ايكو وسبورت وسمارت. ووراها الفرامل الكهرباء، وهنا سخانات الدريكسيون والهيل ديسنت كنترول والاوتو هولد، وفصل وتشغيل السنسورز وانت ماشي، وفصل وتشغيل الكاميرات وانت ماشي. وده مكان البصمه علشان العربيه تتعرف عليك وتظبط كل الاعدادات اللي انت كنت مسجلها. وهنا مسند اليد خامته من الجلد، جواه مساحه تخزين صغيره او تقدر تشيلها وتوصل لمساحه تخزين كبيره جدا. ودرج التابلو برضه مساحته كويسه جدا للتخزين.
والشماسات هنا بتكون فيها مرايات وفيها اضاءه في الجنبين، واضاءه الصالون هنا بتكون ليد وتاتش على الجنبين، والمرايه الوسطيه فيها تعتيم ذاتي وبتقدر تشغل عليها الكاميرا الخلفيه علشان تشوف كويس لو ناس راكبه معاك ورا. قبل ما نبدا التجربه في حاجتين مهمين جدا لازم نكون عارفينهم. اول حاجه ان لاول مره في مصر وحصريا تقدر تشتري عربيه استيراد زيرو من عند القبطان بضمان 3 سنين، والكلام ده اول مره في مصر يكون موجود. تاني حاجه ان انت لو معاك مبادره وعايز تشتري عربيه بدايه من 21 هتقدر تاخد عليها ضمان سنه او 2 من عند القبطان. عشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل على الارقام اللي على الشاشه دلوقتي. بالنسبه للسورنتو 2024 بقى بتيجي موتور هايبريد 1600 سي سي تيربو 4 سلندر. الموتور ده بيطلع 240 حصان وبيطلع 350 نيوتن متر، والمنظومه دي واصله على فتيس اوتوماتيك عادي 6 سرعات اعتمادي من غير اي مشاكل. معدل الاستهلاك بتاع الموتور ده 5 لتر لكل 100 كيلو، والتانك بتاع العربيه 65 لتر، يعني انت تفول العربيه وتمشي 1100 كيلو بالعربيه. وزن العربيه هنا 1900 كيلو، والعربيه بتتسارع من 0 ل 100 في 8 ثواني و6 من 10. الموتور الثاني ال 2500 سي سي بيتسارع في 7 ثواني ونص، بس قدام كده الاستهلاك بتاعه بيكون 11 لتر لكل 100 كيلو متر، يعني فرق ثانيه ونص بس في التسارع، بس فرق في معدل الاستهلاك ازيد من الضعف. هنشوف الكلام ده يستاهل ولا لا، نعمل تجربه تسارع مع بعض. التعليق الامامي بتاع العربيه هنا ماكفيرسون، والخلفي مالتي لينك علشان يدي راحه اكتر للصالون الخلفي. والعربيه التعليق بتاعها هنا مريح جدا ومش ناشف في المطبات. الثبات بتاع العربيه هنا ممتاز على العدل وفي الملفات، بيكون فيه بادي رول بسيط جدا بس مش بيديك احساس بالقلق وانت سايق. وفي نفس الوقت الاداء بتاع الفرامل بتاع العربيه هنا فوق الممتاز، هتتفاجئ لو سوقت العربيه. بالنسبه للامان هنا العربيه فيها باكج اعداس للامان كامله، فيها 8 اير باجز وفيها اي بي اس واي بي دي وبريك اسيست وهيل ستارت اسيست وثبات الكتروني ورادار امامي ومنع تصادم خلفي وهيل ديسنت كنترول وبلايند سبوت ولين كيب اسيست. كل حاجه موجوده حرفيا في العربيه. اما بالنسبه للعزل فالعزل هنا فوق الممتاز، صوت الهواء بيوصل متاخر جدا عن سرعه 120 تقريبا، صوت العجل تحت العربيه اكنه مش موجود، صوت الموتور اصلا بيكون مش موجود لحد سرعه 60، بيبدا يظهر معاك بعد سرعه 60 لو قرصت على العربيه. وبس كده، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.